السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى Old Man and the Sea، واحدة من أروع الشورت ستوريز اللي اتكتبت عن الهيومن ستراجل، كفاح الإنسان. المعاصر، صفحة رقم 7. اوكي، The Old Man and the Sea. الايه؟ Old Man and the Sea، صفحة رقم 8. هنذاكر كلمات مهمة جدا. اوكي، وبعد كده نبدأ مع بعض في الشابتر on points، ناخد الشابتر in details بالتفصيل. سانتياغو ده راجل فيشرمان، راجل عجوز وراجل صياد. اوكي، he's kind and grown dark، السكين بتاعته، الجلد بتاعه غامق، دارك بسبب الصيد وبسبب ان هو exposed to sun. his eyes were clear، عين واضحة، bright بتلمع. عنده determination يعني ايه determination؟ عنده إرادة. determination عنده commitment. الكلام ده عندنا في الكتاب يا أمور معايا جميلة. الكلام ده في المنهج بتاعنا في اليونتس. تمام. for 84 long days، بقاله 84 يوم doesn't caught a fish، doesn't catch a fish. returned empty handed، بيرجع ايده فاضية، لا ايد ورا وايد قدام زي ما احنا بنقول. تمام. هو بيشتغل in small Cuban village، بيشتغل في كوبا. whisper began to spread the younger fishermen، الناس بدأت تتكلم، يقولوا عليه ان هو unlucky. they called him سالو. what's the meaning of سالو؟ kind of unlucky، هو بني ادم ادي المنحوس راح المنحوس جه، بيقولوا عليه كده ان هو unlucky. تمام. بس هو كان براود، وهو could never defeat a man، عارف كويس قوي ان الحظ ما يقدرش يهزم الانسان ابدا. among all people، كان كل الناس بتضحك عليه. في ولد اسمه مانولين ده a kind boy، ولد طيب قوي، كان بيشتغل apprentice عند سانتياغو، كان شغال عنده المساعد بتاعه. since he was just 5، من ساعة ما كان عنده 5 سنين. now he was 12، دلوقتي عنده 12 سنة. strong and full of admiration، معجب جدا بسانتياغو، بيروح معاه. بس هو قعد 40 days مع سانتياغو، قعد 40 يوم من ال 84 يوم مش بيصطاد. فالبيرنتس أبوه وأمه قالوا له ليف سانتياغو، سيب الراجل ده مش بيصطاد ومش بيديك فلوس. لكن مانولين كاري هيز نتس، بيروح له كل يوم، والجف، ويشيل ادوات هاربون الحربه بتاعته، ويشيل ادواته، ويجيب له اكل كل يوم بالليل بعد الشغل. يعني مانولين دلوقتي بيشتغل فين؟ in another boat، بيشتغل في قارب تاني مع ناس تانية، بس كل يوم بالليل went to visit سانتياغو، بيروح يزور سانتياغو. carefully coiled and walk beside old man. the boy said you are the greatest fisherman I know، انت اعظم صياد انا اعرفه في حياتي. لأن الإنسان حتى لو كان طفل بيعدي عليه ناس ياما قوي، فبيقدر يعرف البني آدم بجد الحقيقي اللي هو قابله في حياته، المحترم الملتزم. اتفقنا؟ طيب. someday the luck will return to you، يوم من الأيام الحظ هيجيلك، ما تخافش. سانتياغو smile it's better to be lucky، قال له أحسن أبقى lucky but I would rather exact، بس أنا أحب أبقى ملتزم أكتر. انت عايزني ابقى لاقي؟ قال له ايوه، انا نفسي تبقى محظوظ ويبقى معاك فلوس وتصطاد وارجع اشتغل معاك، لان my parents didn't allow me to come to you، مش سامحين لي ان انا اجي لك. اوكي stopped me، منعوني ان انا اجي لك. اوكي، فانا نفسي تبقى محظوظ. قال له احب ابقى محظوظ but exact is more important، بس احب ابقى ملتزم اكتر. اوكي. then noted Santiago words carried wisdom to fish was not only luck. قال له لا، الفishing مش بس الحظ، في حكمة. تمام. في courage، في شجاعة. but where Santiago lived was small made of faded palm leaves، الهات بتاعه اللي عايش فيه almost bare، عاري خالي. الكوخ اللي عايش فيه reflect his poverty، بيبين بيعكس فقره. there was a bed made، بس ما كانش فيه الا سرير. two pictures، السرير اصلا اللي معمول من النيوز بيبر، من الجرايد، مش سرير بقى حضرتك حديد او خشب ومراتب وكده، لا just نيوز بيبر بينام عليها، نيوز بيبرز. wooden table وترابيزه one chair. no luxurious، no decoration، no treasure، بس just التولز بتاعته، الادوات اللي بيصطاد بيها. he lived in whole life with the sea، هو عايش حياته كلها مع البحر، حياته سيمبل. الوجبه بتاعته اللي بياكلها فيري سيمبل. مانولين هو اللي جايبها له، جايب له بينز رايس اند ليتل فرايد فيش، جايب له سمك ورز وجايب له بينز. تمام.
وبعدين سانتياغو slowly gratefully for food كان ممتن جدا للولد مانولين اللي بيجيب له الأكل، لأن هو very poor doesn't have money doesn't have fish، مش بيصطاد مش بيشتغل معهوش فلوس معهوش ياكل، فمانولين هو اللي بيجيب له الأكل. بعدين بيتكلموا عن البيسبول، ودي حاجة إن بتخفف حياتهم، بيتناقشوا مع بعض، نو انترنت نو تلفزيون نو راديو، فبيجوا بالليل يتسمروا مع بعض، فبيقولوا أنا بتفرج على اليانكيز. من هم اليانكيز؟ الفريق المفضل له. وقال له بحب اللاعب اسمه جو دي ماجيو لأنه بيلعب كويس وبيلعب وهو تعبان. تمام. عينه لمعت is my champion، ده البطل بتاعي played even when he's had pain in his ear، بيلعب حتى لما يبقى عنده ألم. يعني الراجل الأولد مان ده بيعجب بمين يا ولاد؟ بيعجب بمين؟ بيعجب بواحد قوي لعيب بيلعب حلو جدا ولما اتصاب كمل لعب. هو بتعجبه فكرة determination الإرادة. اوكي. دماغيو ده كان ولد شاطر وهو بيحبه. The old man loved، وقعدوا يتكلموا على البيسبول، وبعدين reach their ears، الريحة بتاعت البحر بتوصل لهم. lucky number، قال له بكرة 85 days، اليوم بتاعي رقم 85 وده يوم حظ بالنسبة لي. a lucky number. انت بقالك 84 يوم ما اصطدتش، وبدي نفسي باور وبدي نفسي بوش ان انا انزل بكرة الشغل، فاقول 85 ده يوم حظ فانا هكسب، وينزل يلعب. فهمت؟ That is a lucky number. I will go far out further than other dare to go. Maybe far but I must find a big fish. هدخل جوه قوي ولازم اجيب سمكة كبيرة. شفت الإرادة؟ شفت القوة؟ The boy looked at him admiration. I wish I could go with you. يا ريتني أروح معاك. With your boat. But you are always with me. قال له لا أنت معايا ما تخافش، أبوك وأمك حاطينك أو مانعينك إن أنت تجيني. Work with another boat but you are always with me. أنت دايما معايا. تمام. For a moment silence between them. بيجي الصمت. أفريكا on the golden beach. بيسرح في اللايونز، بيفكر في الأسود. دايما لما يجي يفتكر حاجة الأولد مان think of the lions، بيفكر في الأسود. running playing like children، والأسود وهي بتجري بتلعب. his old age dreamed of the reminded him of strength youth and freedom، بيفكروا بالقوة بالشباب بالحرية. تمام كده؟ يلا بقى نحل الأسئلة. هنقرأ الأسئلة هنا. Do you know what I dream of a boy؟ هنا سانتياغو. Yes مانولين. You dream of lions، انت بتحلم بالأسود. وبعدين هنا قال جون دوماجيو ودي القوة بتاعته. وبعدين ما بيخافش. The dream of the old man. Tomorrow will be the 85 day، بكرة اليوم 85 ليا، يوم حظي اللي أنا هصطاد فيه. وعندنا الأسئلة هنا. تمام. طيب ناخد الأسئلة اللي مش متجاوبة. How did Manolin show loyalty to Santiago؟ إزاي مانولين بيبين الإخلاص لسانتياغو؟ He visited him every day، بيزوره كل يوم. طيب how does Santiago show dignity in the face of failure؟ ما مدى قوة عظمته بتاعة سانتياغو؟ بيبينها ازاي؟ he never gave up، عمره ما بيستسلم أبدا. How do you think the boy still spend his evening with Santiago؟ ليه الولد دايما بيروح لسانتياغو؟ he loved him، عشان هو بيحبه. تمام. How do the lion and Santiago dream symbolize youth and strength؟ كيف تمثل الأسود في حياة هذا الرجل؟ he is strong، هو رجل قوي، فهي بالنسبة له بتمثل القوة والشباب. They are strong animals. They are strong animals. Why does Hemingway show the boy's loyalty even when the fish on another boat؟ الإخلاص بتاع الولد بان ازاي؟ he brought him food. ميس كلمة brought دي صعبة، خلاص خليها good.
he got him food every day. Do you think luck is still a skill is more important for success? Why? تفتكر الحظ أهم ولا المهارة؟ هقول skill is more important for success. طب why? Because it is what you do. عشان ده اللي انت بتعمله، مش ده اللي انت مستني الحظ، والحظ مش بإيد حد، لكن المهارة بإيدي، وده اللي أقدر أعمله. طيب in what way does Santiago hut reflect his personality؟ الكوخ بتاعه بيمثل he is poor، بيمثل فقره. Why is hope so important for both Santiago and Manolin؟ ليه الحياة الأمل مهم؟ to continue life، عشان يكملوا الحياة بتاعته. تمام؟ What role does baseball play in the old man life؟ ايه الدور اللي بتلعبه البيسبول في حياة هذا الرجل؟ gave him power، بتديله طاقة إنه يكمل. give him hope، بتديله أمل. What lesson can we learn about perseverance from this chapter؟ تقدر تتعلم من هنا إيه؟ to be strong، never give up، اوعى تستسلم. ده اللي انا اتعلمته من الرواية ومن الشابتر. Who was Santiago companion؟ مين زميل رفيق سانتياغو؟ ما اما اقول مانولين يا اما اقول ذا سي. تمام؟ How did many years of fishing affect Santiago hands؟ أثرت على إيده في إيه؟ هقول إن إيده dark and strong، فيها with cuts، إيده فيها جروح كده. What did people say when they look in Santiago eyes؟ لما بيشوفوه بيقولوا عليه إيه؟ أولاً قالوا عليه unlucky or strong، وبيقولوا عليه برضو إن هو قوي. تمام؟ Why did Manolin leave Santiago boat؟ ليه ترك بيبقى أنا هقول ليه ترك الشغل مع سانتياغو؟ his parents تمام wanted him to work in another boat، لأن سانتياغو doesn't fish مش بيصطاد. What are the qualities Santiago say fishing require؟ بيقول ايه الصفات اللي لازم يتحلى بيها الإنسان الصياد؟ patience، الصبر and wisdom، والحكمة. طيب what sport did Santiago love the most؟ ايه أكتر رياضة بيحبها قصدي؟ بيسبول. How did Santiago feel when Manolin left for his parents' house؟ حس بإيه لما مانولين مشى وسابه؟ sad. he felt إيه؟ sad. Santiago was an old fisherman. Santiago's skin was dark، جلده كان غامق. Santiago hands were، إيده كانت rough، صلبة خشنة. Santiago eye were as clear as the sea، عينه واضحة بتلمع بتبرق زي البحر. Santiago turned for 84 days، بقاله empty handed، بقاله 84 يوم بيرجع empty handed، خالي اليدين، يعني ايد ورا وايد قدام. The younger fisherman called Santiago سالو، بيقولوا عليه المتعوس. Manolin left Santiago boat because of his بسبب parents، بسبب والديه. ترك القارب بتاع سانتياغو عشان والديه قالوا له كده. Santiago believed fishing needed skill patience and محتاج شجاعة courage. On the 85th day Santiago planned to catch a pig، قال أنا هصطاد a pig. إيه طبعا fishing. Santiago dreamed of lions، بيحلم بالأسود. خلاص كده ناخد شابتر 2، هنذاكر الكلمات. ماشي، ناخد هنا The sky was dark when the village was quiet، بيقوم بدري. The coil of lions was tapped، مانولين was ready، بيجيله مانولين الصبح، مش يعني هو مانولين سابه بالليل ويجيله الصبح يشيل معاه الأدوات يحطها في القلب. بيقوم امتى؟ before the sunrise، ويجيب له أكل and coffee. Santiago accepted gratefully، you are good to me، أنت طيب قوي.
وبعدين بيشيلوا الادوات. as the walk towards the harbor بيشوف فيه ريسبكت احترام والاذر بيتهم والاخرين بيشفقوا عليه. يعني في ناس بيبصوا لمانولين من اهل القريه بريسبكت باحترام، وناس تانية بيتهم بيصعب عليها قوي الراجل العجوز اللي مش لاقي الاكل ده. ده سمول وودن سكيف سانتياغو بوت. وبعدين ذا بوي لودد بيحط الادوات بتاعه الصيد. كان اي كام وذ يو اجي معاك؟ قال له لا. يو ار وذ لاكي بوت، روح اشتغل في القارب المحظوظ اللي بيجيب لك اكل وفلوس، ما تجيش معايا انا مش محظوظ. تمام. وبعدين اي مانج الون، انا هقدر اعمل كده لوحدي اصطاد. الولد عينه لمعت. اي بليف ان يو اولد مان، انا اؤمن بيك، انا عارف ان انت صياد كويس. تمام. طبعا يا اولاد هو سانتياغو هنا عايز الولد يجي معاه، بس هو مش قادر يقول له تعالى لان ابوه امره ان هو يروح لقارب تاني عشان الفلوس. تمام. بعدين بيشرب الكوفي بتاعته. today I will go far، انا النهارده هادخل اعمق. وبعدين when the storm began good luck old man، يلا ويفطروا مع بعض وينزل الميه. he listened to the sounds. وبعدين he felt as he rowed through Africa and seen lines، برضو يبدأ يفكر في الأسود تاني وهو بيبحر جوه المية. اوكي. when he was young and strong، وبيفتكر حياته ايه؟ قلنا he was not broken. سانتياغو closer، بيقرب بيدخل في المية أكتر. he worked with precision of a master for believed the exactness brought luck، لأن هو يؤمن أن الالتزام يجلب الحظ. كده تمام. he sat back holding the line gently. وبعدين such climbed higher the sea shone like glass. the old man thought of the boy and smiled. he has hope. بيقول الولد عنده أمل على مانولين. Santiago whispered to himself it's good for a man to have hope without it he's nothing. لازم الإنسان يبقى عنده hope. without hope we are nothing، إحنا ولا حاجة. اوكي. all morning waited small fish tugged. بيجي له سمك صغير small fish. he was looking for something but he ignored them، لكن كان بيتجاهل السمك الصغير لأنه هو حاطط قدامه هدف. هو عايز سمكة كبيرة. اوكي. هو determined. نون. بعدين بيجي الظهر. سانتياغو didn't complain. he kept his eyes on the sea، ما بيشتكيش. for about he circled over the water. وبعدين شاف طائر بيعوم حوالين المية أو فوق المية. طالما there is a bird there is a fish، هي القاعدة بتقول كده. الصيادين عارفين لما يبقى فيه سمك بيحوم حوالين المنطقة يبقى المنطقة دي فيها سمكة. لما يبقى فيه طيور ما يبقى فيه طيور بتحوم حوالين المنطقة يبقى المكان ده فيه سمك. تمام. سانتياغو watched it carefully. where the bird circles there are fish، يبقى فيه سمك. he said loud. his eyes filled with movement and deep inside he knew that soon his moment would come. وقال أنا خلاص اللحظة بتاعتي الحاسمة الفارقة قربت إن أنا أصطاد. تمام. وهنا الأسئلة دي متجاوبة أولاد. صفحة رقم 22. اتفضل 22 إجابات كتاب المعاصر. Why did Santiago choose to go further than the other fishermen؟ ليه عايز يدخل أبعد؟ to get a big fish، عشان يجيب سمكة أكبر. كده تمام. What does Santiago mean by saying without hope a man is nothing؟ إيه قصده بإنه يقول من غير الأمل إنسان ولا شيء؟ give himself power، بيدي نفسه طاقة. فأنا بالأمل بدي نفسي طاقة to continue، عشان أكمل. How does Santiago preparation show the value of patience and skill؟ إزاي التجهيزات بتاعته بتبين الفاليو بتاعت patience and skill، الصبر والمهارة. إزاي preparation؟ هقول he never gave up، هو مش بيستسلم. and work hard and work إيه؟ hard، بيعمل بجد وإيه؟ وبجهد. How is manual loyalty important for the old man's dignity؟ ليه الإخلاص مهم جدا بالنسبة لكرامة هذا الرجل؟ to feel that people love him، عشان يحس إن الناس بتحبه. ما هو أنا يبقى عندي كرامة وعزة وكده لما أحس إن الناس حوالين مني بتقدرني. Do you think luck or preparation is more important in life؟ تفتكر الحظ ولا التجهيز أهم؟ هقول preparation is more important. تمام. as I can do it، لأن أنا أقدر أعملها لكن الحظ أنا ما أقدرش أعمله. How does this chapter prepare reader for the great challenge to come؟ كيف جهز
الشابتر ده القراء to get ready for the big fish، يستعدوا للسمكة الكبيرة اللي هتدخل المشهد. تمام؟ In what way does Santiago skiff represent his life؟ السكيف بتاعته ده بتمين ايه في حياته؟ he struggled، هو بيكافح. struggled hard، مش struggle صعب. he worked hard. he worked hard. why might Hemingway show Santiago rowing in silence at sunrise؟ ليه بيبين ان هو بيأدف بهدوء؟ اهو عشان يبين معاناته، انه بيجاهد وبيكافح. how does Santiago believe in hope make him a symbol of resilience؟ ليه الامل كده بيبين كفاح هذا الرجل؟ he is strong، لانه انسان قوي. تمام؟ wanted to work hard، عايز يشتغل ويجتهد وما بييأسش و never give up. What kind of boat did Santiago have؟ ايه نوع البوت اللي سانتياغو معاه؟ poor and small one، اللي هو السكيف يعني، بس احنا بنقول ايه القارب بتاعه صغير وفقير وحالته حلوه. What was Santiago lucky number؟ كان ايه رقمه؟ 85. What did Santiago believe mattered more than luck؟ ايه بيقول اللي اهم من اللك؟ اللي اهم من اللك ايه هو؟ بيقول exact الالتزام. What animal Santiago see in Africa؟ lions، شاف الأسود. Where did Santiago want to fish؟ for in the sea، عايز يصطاد بس جوه قوي في البحر من جوه. What bait did Santiago use؟ استخدم ايه الطعم بتاعه؟ التونة، هنا بيت يعني طعم. What did Santiago ignore while waiting for the big fish؟ ignore يعني سانتياغو تجاهل ايه وهو بيصطاد؟ small fish، السمك الصغير. small fish، اتجاهل السمك الصغير. What did Santiago believe about the patched sail؟ كان رأيه ايه في القارب بتاعه، السيل بتاعه المرقع؟ ان هو ايه؟ he never gave up، انه مش بيستسلم، وكل ما السيل بتاعه يتقطع يرقعه تاني ويخيطه تاني. تمام؟ How did Santiago respond to respect and pity from others؟ he is strong and respected، هو إنسان محترم. respected، الناس كلها بتبص له بعظمة. What did Santiago and the boy drink together on the dog tea؟ شربوا شاي. What did Santiago do when the stars faded and the dawn came؟ عمل إيه لما الفجر قرب ينزل؟ he got ready for work، بدأ يستعد للعمل بأي حاجة بقى. What did Santiago do with the sardines he had؟ عمل إيه بالسردينز بتاعته؟ ممكن نقول بيت توم. What does the image of the bird circling above the water symbolize؟ الطير اللي بيطير فوق المية بيبقى رمز الإيه؟ hope، بيديني أمل. ليه؟ there is fish، في سمك. تمام؟ Why is Santiago determination of fish alone important to the story؟ ليه الإرادة بتاعته مهمة جدا؟ never give up. How does the contrast between Santiago old age and his strong spirit affect the reader؟ التناقض ما بين سنه الكبير وإصراره على العمل بيبين لي أنا قارئ أهي never give up، أنا ما استسلمش أبدا. Santiago believe in skill, patience and endurance، التحمل. Santiago remember lion playing on the golden beach، أسود كانت بتلعب على الشاطئ. طيب Santiago remember storm battles and long nights، الليالي الطويلة. تمام؟ Santiago baited his lion with fresh، بيغذيه بالايه؟ بالسردينز. انا قلت تونه يبقى سردينز عشان الشابتر الجاي تونه. Santiago whispered it's good for a man to have، الانسان لازم يبقى عنده امل. Although the note was strong Santiago didn't complain، رغم ان
الريح كانت قويه لان هو ما كانش بيشتكي. تمام. خلاص يبقى انا كده عندي خلصنا شابتر 1 و 2. اقرا كويس، الليتريتشر بيعلمك حاجات كتيره قوي بغض النظر عن الدرجات. بامانه بالتوفيق يا رب. لو عندكم اي سؤال او اي استفسار واتمنى ان انتوا تنضموا لينا على القناه بتاعتنا وعلى المنصه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.